بظبط بس الكاميرا. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي واقف ده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين. في بيت من بيوت الله نؤسس سنة من سنن الله في الكون، ألا وهي سنة الزواج. والزواج شرعه ربنا سبحانه وتعالى لخلقه، وما من خلق أو من شيء من المخلوقات إلا وكان له زوج. حتى قال ربنا سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والآية التي يعرفها ويسمعها كثير من الناس ودائما تكتب في عقود الزواج ألا وهي قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وربك كما قلت لك جعل هذا الخلق كله أزواجا، فقال سبحانه: الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. وفي هذه اللحظات الإيمانية نطبق سنة من سنن الأنبياء والمرسلين وشريعة جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عبد الرحمن النهارده طلع عينه فهو محافظ على الدين وعايز ياخد المدينة. هسألك سؤال، لو جاوبت هتاخد المدينة. ماشي يا عم عبد الرحمن؟ احنا ليه حاطين المنديل كده؟ دي عدل المنديل عشان تحط كده. دي عدل المنديل عشان نحطه بالشكل دي. هتقول لي شفت الناس الذهبية عملوا فانا عملت زي ذكرى؟ لما ممكن كده وتخلي المنديل جنبيها وتذكر. ليه؟ وليه خليت ابوك يمسك ايد العروسه بالشكل ده؟ يعني زي ما انت بالظبط كنت هتمسك مكانها. لماذا هذا الشكل؟ ها؟ ارتباط طيب. ارتباط بابا اهو. طيب سمعنا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاصة عند أهل القانون وأهل الشريعة. أي عقد في هذه الحياة الدنيا يتكون من شيء، من إيجاب ومن قبول. فهذا هو الإيجاب اللي هو الممثل فيه العجز، وهذا هو القبول. أنت لما شفت العروسة عجبتك رحت اتكلمت عليها فقلت له: يا عم الحاج أنا عايز أتجوز بنتك. لقيتك هي بالتفسير مثلا عليك وبعد كده عرض سأل عليك وقال لك أنا وافقت. طبعا الموافقة كانت بينك وبينه، لكن لابد أن تعلنها عن الناس، فأصبح هذا هو شكل العقد. لكن لابد أن تعلم أن هذا العقد ليس أي عقد زي عقد شقة ولا عقد عربية تغيرها زي ما أنت عايز. هذا الميثاق كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عارفين معنى الميثاق غليظ؟ يعني لو شديت كده هتلاقيه مش هيسيب، بس كيش ميثاق غليظ. هذا هو الميثاق الغليظ. طب ايه قصة النتيجة عن عبد الرحمن؟ يمكن زمان كان على أيام أبويا الله يرحمه كان يفك الشارع، أي حد يفك الشارع قبل يحطه على الفرن. عارف معناها إيه يا عبد الرحمن؟ لابد أن تستر هذه العلاقة. تستر هذه العلاقة. أنت لما خدت بنت الحلال وأبوها استأذنها عليك دخلت البيت عندك وقفت باب الشقة، أنت سترا لها تسترها في كل شيء، وهي سترا لك في كل شيء. فأنت تقول: يا رب هذا هو العقد وسترت العلاقة بيني وبين زوجتي، فلا يعلم أحد ما يضر بيني وبين زوجتي إلا الله. كذلك لابد أن تعلم أن تكون الحياة بينك وبين زوجتك كما بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت بيتا سعيدا طيبا مباركا فيه، وأن يقيم حياته على وصول الكتاب وسنة رسوله. الناس الرخمة اللي واقفة دي مدارية على العريس وأبو العريس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة
محمد خاتم الأنبياء، وأطلب منك زواج وكيلتك نيابة غير عرض من وكيل عبد الرحمن على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة والسلام على عاجل وآجل والله شهيد على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إن صفات الله العظيم ميال أبو شعبان الذكر الرشيد الكتاب الله على سنة رسول صلى الله عليه وسلم وعلى صلاة ميادة ميادة الله شهيد ميادة وأنا طبيب وأنا نبي. قولوا جميعا ونحن شهود على ذلك. بارك الله لهما بارك الله وبارك لكما عليهما وبارك وجمع عليهما بينهما في خير. وجعل بينهما بارك في الله خير. لهما بارك الله وبارك لهما عليهما وبارك وجمع عليهما بينهما في خير. وجعل بينهما وجمع بينهما في بارك خير. عليهما بارك وجمع بينهما عليهما في خير. وجمع بينهما. وانا يا ابوي والنبي انا مش عايز اجيب الغضروف يا محمود. انا مش عايز